هجرب النهارده اشهر واغرب سناكس بياكلها مشجعين الكوره في كل حته في العالم في الملاعب، واقول لكم كمان السناكس دي ممكن تجربوها وانتوا بتتفرجوا على ماتشات كاس العالم ولا طلعت وجع بطن. فمعانا النهارده اهم سناكس برازيليه وفرنسيه وكوريه وارجنتينيه كمان، وحاجات تانية هتشوفوا تجربتها كامله. الخلطه اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي اسمها فيخانو تروبير. ده السناك اللي بياكله البرازيليين في الملاعب او هم بيتفرجوا على الماتشات حتى في البيت، عباره عن حفله كده خلطه حاجات كتير قوي مع بعض. هقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه شوحنا البيكن في شويه زيت زيتون وضفنا عليهم بصل متقطع مكعبات صغيره وثوم مفروم. الخطوه اللي بعد كده حطينا بيضتين وقلبنا كل الهيصه دي مع بعض، ولما البيض استوى ضفنا نص كوبايه فاصوليا حمراء. اخر حاجه بقى حطينا شويه خس متقطعين رفيع، ودي كانت النتيجه. البتاعه دي يا اما هتطلع حلوه قوي او وحشه قوي قوي قوي، فخلونا نبدا كده نجرب. انا اول ما اكلتها حصل هجوم كده لكل الاطعمه اللي انا اعرفها في حياتي في نفس المعلقه، يعني بصل على توم على لحمه على بسله على فاصوليا على لوبيا، كل الحاجات دي حسيت بطعمها اول ما خدت يعني ربع معلقه بس منها. فدي من غير نقاش طبعا تنور في قائمه وجع بطن. الاختراع ده بقى اسمه تشوريبان. دي الوجبه الاساسيه او السناك الاساسي اللي بياكله الجماعه في الارجنتين في ماتشات الكوره. معمول زي ما انتم شايفين كده من السجق، وتحته خلطه كده بقدونس وشويه حاجات هقول لكم عليها، زي الفرشه اللي تبقى تحت الكفته كده. خلطنا شويه بقدونس متقطع مع شويه توم مفرومين وشطه، ومعاهم شويه زعتر وخل تفاح وعصير ليمون. جبنا العيش بتاعنا وحطينا عليه الخليط اللي كنا عملناه في الاول طبقه من تحت كده، وبعدين حطينا عليه حتتين سجق. السجق طبعا بالنسبه لي عادي طعمه حلو، بس الخلطه اللي تحت بقى الخل عامل فيها طعم لاذع قوي جدا، يعني انت طعم الحاجه اللاذعه دي بيغطي على اي طعم بتاكله، فهو برده مش وحش، فبالنسبه لي ما يدخلش ولا قيمه من الاثنين. ندخل بقى على السناك الالماني. عباره عن سوسيس شوحناه في شويه زيت وبعدين قطعناه حلقات صغيره وبعد كده غرقناه في الكاتشب زي ما انتم شايفين كده. طبعا شكله مش مبشر خالص، يعني ان لم يكن مقرف. يعني فكره ان سوسيس ومتغرق كل ده في الكاتشب، يعني الكاتشب احنا بناكله حته كده مع الحاجات، مش ما يبقاش البطل يعني في الموضوع. فهو طبعا بيتباع في الملاعب، وهو سناك عامه بيتباع في كل حته في المانيا في حاجات كده كرتون او ورق، وبتاكله بالخله كده. هو الحقيقه المشكله مش في الكاتشب ولا في السوسيس، المشكله في اللي فكر يجمعهم على بعض، واللي فكر كمان يعمل الميكس ده بكميه الكاتشب دي. فبصراحه بالنسبه لي وجع بطن جدا. في كوريا الجنوبيه بقى بياكلوا سناك غريب جدا وهم بيتفرجوا على الماتشات، يعني بياكلوا فرايد تشيكن بالشيلي صوص والصويا صوص. انا ما اعرفش ده رفاهيه زياده ولا ده فضا ولا طب بيغسلوا ايديهم فين. فاحنا جبنا الفراخ جاهزه كده ستريبس مقليه، وبعدين حطينا عليها 3 معالق كبار صويا صوص ومعلقه شيلي صوص. طبعا شكلها بقى عامل زي ما انتم شايفين كده، خدت لون وطريت شويه، بس الموضوع يعني من ريحته من الاول كده ما كانش مبشر خالص. طبعا احنا كده كده بناخد التجارب كلها للاخر، بنقول لكم الموضوع ظريف ولا لا، تجربوه ولا هتضيعوا فلوسكم هتضيعوا صحتكم. فنجرب مع بعض. الطعم في المجمل مش سيء، بس طعم الصويا صوص واضح قوي، انك تاكل الصويا صوص رو كده زي ما هو من الازازه على طول. بالنسبه لي صعب قوي، انا ما بحبش الطعم ده يعني هو ممكن يمشي في التتبيلات في الوصفات تدخله جوه الاكل، لكن انك تسقسق بيه حته فراخ كده وتاكلها دي حاجه صعبه قوي. فالميكس العجيب ده بصراحه ولا يتاكل في ملعب ولا يتاكل في البيت ولا يتاكل في اي حته، وبالنسبه لي يدخل قائمه وجع بطن. النودلز بالشطه والليمون هي الاكله الرسميه في ملاعب المكسيك. فاحنا جبنا النودلز حطينا عليها الميه السخنه عادي جدا، وبعدين رشينا التوابل بتاعتها، بعد كده حطينا معلقتين عصير ليمون ومعاهم معلقه شيلي صوص. قلبنا بقى كله مع بعضه كويس وطلعت لنا دي النتيجه. طبعا احنا حطينا الليمونه دي عشان هم في ملاعب المكسيك برضو بيبيعوها كده. هنبدا ندوق بقى عشان نقول لكم الطعم لذيذ، وفكره الشيلي صوص مع العصير الليمون ده هتبقى لطيفه ولا ايه. طعمها طلع حلو قوي، لسعه الليمون كده مديها طعم مختلف، مع كمان سنه الشطه كمان عشان هي بتتاكل سخنه، فهتبقى حاجه حلوه تدفي كده في الماتشات بالذات بتاعه الشتاء. فدي بالنسبه لي تدخل قائمه تمام. في روسيا بقى رغم المسافات الكبيره جدا جدا بيننا وبينهم، الا انهم برضو بيحبوا ياكلوا اللب السوري، او اللي هو يعني بيقولوا عليه بره سان فلاور سيدز زينا بالظبط. ده بقى سناك منطقي قوي، يعني كل الاماكن التانية اللي بياكلوا برجر واللي بياكلوا فراخ ولحمه وهم في الملعب ده، دي التسالي اللي احنا نعرفها، يعني شويه لب سوري مع شويه عصير ولا اي حاجه، يبقى انت كده خلاص ده اللي المفروض يحصل في الملاعب يعني. فطبعا مش هقول لكم ده تمام ولا اي كلام، لانه الناس اللي بتحبه هيبقى بالنسبه لها تمام جدا، اللي ما لهمش فيه قوي هيبقى اي كلام. البطاطس البلجيكيه، ناس في بلجيكا بقى مريحين جدا، السناكس بتاعتهم بيزك قوي، بيروحوا الملعب يجيبوا شويه بطاطس محمره يحطوا عليهم مايونيز او كاتشب او اي حاجه وخلاص الموضوع خلص. وهي عامه يعني فكره البطاطس المحمره دي او الفرايز هي الاكله الرسميه تقريبا في بلجيكا وهولندا كمان. فاحنا جبنا شويه بطاطس جاهزه حمرناهم، وده كان شكلهم في الاخر. فناكلها زيهم بقى بالمايونيز، رغم ان انا ما بحبوش قوي، بس هناكلها زيهم يعني عشان نبقى عملنا التقليد كامل على بعضه. كمان بياكلوا بطاطس تخينه شويه زي ما انتم شايفين كده، ما بتبقاش الفرايز الرفيعه قوي. تمام.
يعني مفيش حاجه تتقال، فرايز محمره لذيذه جدا، ده من اكتر السناكس او الحاجات اللي انا ممكن احب اكلها في ملعب، تتاكل على طول وتمسح ايدك بمنديل بعدها والموضوع خلص، مش محتاج بقى تروح تغسل ايدك والحاجات دي. فبرضه بالنسبه لي كسناك في ملعب كوره او في ماتش، او حتى وانا بتفرج على ماتش في البيت، دي تبقى تمام. انجلترا، ناس في انجلترا بياكلوا عاده الفطاير عشان الجو بيبقى برد، فالفطاير بتبقى سخنه، فتبقى حاجه تدفيهم وتخليهم يقدروا يشجعوا كده طول الماتش. فهم عاده بياكلوا الفطاير دي حلو وحادق عادي، بس الحادق بيبقى منتشر اكتر لانه بيعتبروه زي عشاء كده سريع، وهم في الماتشات بياكلوها بقى باللحمه المفرومه بالجبنه. بس احنا قررنا النهارده نجرب الفطير الحلو، فاحنا جبنا فطير جاهز ودخلناه الفرن، فطير بالشوكولاته. فده شكلها بعد ما استوت، احنا قلنا نحلي احنا بقى عشان معانا سناكس كتير قوي حادقه النهارده. ده شكلها، هي الشوكولاته المفروض بتبقى سايحه زي بردت شويه. طبعا حلو قوي، الفطيره مقرمشه كده ومرقه زي ما انتم شايفين. وانا عن نفسي لو بحضر ماتش هحب اكل الفطاير الحلوه دي اكتر من الحادقه، لانه يعني ده لايق اكتر انه تحليه، ما تتفرج على ماتش وتتبسط فتحليه معاها. يعني فكره فطيره باللحمه دي في استاد كوره او في ملعب كوره صعبه قوي. اما بقى لو رحنا على اسبانيا فهنلاقي الساندوتش ده هو السناك الاساسي اللي بياكلوه في الملاعب، وممكن ياكلوا كمان مع لب سوري اللي هو يعني عندهم اسمه سان فلاور سيدز. في الاول عملنا الطبقه الاولى من مايونيز وكاتشب ومستردة، بعدين جبنا عيش باجيت وفردنا الطبقه دي تحت. بعد كده حطينا جبنه شيدر احمر عليها ورقتين خس ومعاهم شريحتين تركي، وقفلنا اللوحه الفنيه دي بقى بحلقات الطماطم. وجينا هنا عشان ندوق. يعني ده مش اختراع، ساندوتش عادي جدا ممكن تفطر او تتغدى بيه، فممكن يبقى بالنسبه لنا تمام. ده جاليه سوسيس، ده السناك الرسمي في الملاعب الفرنسيه، وتعالوا اقول لكم عملته ازاي. الاول عملنا عجينه الكريب اللي هي دقيق وبيض وزيت وملح، وبعد كده زودنا اللبن بالتدريج لحد ما وصلنا للقوام الخفيف اللي احنا عايزينه. وفي طاسه مدهونه زيت حطينا الخليط لحد ما عمل شكل الكريب كده. دخلنا بقى نعمل السجق، فشوحناه في طاسه، وبعدين بدانا نعمل الرول بتاعنا. حطينا شريحتين جبنه شيدر احمر وعليها 2 سجق، وبعدين لفينا الرول وخدناه على طاسه مدهونه زيت عشان نحمره كده ويقرمش والجبنه تسيح. وجينا لوقت التذوق. طعمه بالنسبه لي حلو جدا. الميكس بتاع الجبنه الشيدر مع السجق مش حاجه شائعه او منتشره قوي، بس في الاخر الطعم مألوف، يعني ما تاكلش حاجه رايحه بعيد قوي قوي زي مثلا السناك البرازيلي. فده بالنسبه لي يستحق يدخل قائمه تمام. الناس في هولندا بقى بتلعب في المضمون قوي، يعني بيروحوا الملاعب ياكلوا برجر عادي جدا، ما اخترعوش حاجه زي الناس بتوع الارجنتين زي بتوع البرازيل، ما عملوش حاجه مختلفه. يعني هو فاست فود او كل حاجه، بس يعني برجر معروف اوله من اخره. فمن غير ما ادوق طبعا وثقه في اخواتنا الهولنديين، طبعا فكره البرجر تدخل معانا قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا عايزين نجرب ايه تاني الحلقات الجايه.